ما تقلقش، انا عايزه اقول لك على حاجه بس. ماما كانت في العنايه المركزه. ايه؟ في ايه؟ ام في العنايه المركزه؟ في ايه يا ابني؟ يا لهوي، حول الله. طيب يا دعاء خلاص ماشي. حول ولا قوه الا بالله. لا انا مش في الطياره، انا مش في الطياره. هحكي لك لما اجي، احكي لك. تيجي انت هتفهمني يعني؟ طب خلاص ماشي، هستناك على مهلك، بس على مهلك. اعملي حاضر. اهي طلعت الطياره اهي. مش سامعاها؟ الحمد لله. لا عادي. الحمد لله ماشي. يلا سلام. شفت بقى نصيبك؟ صوت الطياره جاي. مالكش نصيب، مالكش نصيب. تسافر والقدر مستنيك ان انت تشوف والدتك. ده بالدنيا ان انت تشوف امك، فلوس الدنيا ما تعوضهاش. صح صح يا امي، عندك حق فعلا، كل شيء نصيب. يا لهوي، وانا اللي كنت زعلان. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم. كل ده حصل. هو قدر فعلا. سبحان الله. معقولة؟ شفت يا ابني القدر بيخبي لك ايه؟ امك بالدنيا بحالها. صح، عندك حق يا ماما. الحمد لله. شيئا تكرهوه خيرا لكم. احمد ربنا، ضفر والدتك في الدنيا. فعلا يدع سره أضعف خلوه. وربنا هو اللي معاه. لا إله إلا الله. أنا لما التليفون سمعته من أختي حسيت إن أنا فعلا كان عندكم حق. ايوه فعلا كان أهلي كانوا بيقولوا ما تسافرش، أختي كانت بتقول لي ما تسافرش. مش عارف أقول لكم إيه، لساني عاجز عن الشكر. يا ما أنت كريم يا رب. على قد ما كنت فرحان، على قد ما أنا نكون أسعد إنسان على وجه الأرض دلوقتي. لأني فعلا يا حاجة زي أنت ما قلتي، الحمد لله. ولا بكنوز الدنيا. ايوه ايه، ضفرها في الدنيا بحالها. قول الحمد لله. ساعات القدر بيكون اقوى من المواقف. احمد ربنا. ايوه يا بنتي، ونعم بالله. ونعم بالله يا بنتي. احمد ربنا. انت تعرف ان ربنا بعت لك بنتي في توقيت اصلا، يعني اخر لحظه، ايوه اللي هي الحمد لله. انه الباسبور يقع منك الحمد لله. وتتعطل عشان خاطر تشوف والدتك. فعلا كلام بنتي صح. ربنا عمل كده عشان تشوف امك، لان كنوز الدنيا ما تجيش في امك ولا ضفر امك. واحمد ربنا اللي جت كده. والحمد لله يا ابني ان ربنا عطل كل حاجه قدامك عشان امك دي الدنيا. ونعم بالله يا جماعه. فعلا ساعات القدر هو اللي يكون اقوى من المواقف. انت عندك حق يا استاذ، وبنتك كانت هي السبب في كل ده. اوعى تزعل يا عم، امك بالدنيا. ونعم بالله حبيبتي. انا مش عارف اقول لكم ايه، والله ما انا عارف اقول لكم ايه. سبحان الله. ووالدتك بكنوز الدنيا يا ابني، ما تزعلش على اللي راح منا. يعني اللي حصل ده اسمه نصيب. ايوه. ومعقوله يعني انا السفريه ديت كنت فعلا احلم ان انا اسافر، لان انا مستناه بقى لي 10 سنين. بس دلوقتي انا مش زعلان، لان انا لو كنت ولا كنوز الدنيا ايوه يكفوني امي ولا دعائها. امك ولا دعائها. وبعد الام حالته غم. ايوه ده الحمد لله اللي ما اتصلوش بيا. الحمد لله. الحمد لله اللي لحقوك في اخر لحظه. الحمد لله اللي هم اصلا لحقوني. ايه ده، بنتك هي السبب. وربنا السبب. تحت امركم. وربنا السبب. تحت امركم والله. الامر لله. ربنا كنت زعلان. يطمنك انا ما كنت انا كنت زعلان فعلا، بس دلوقتي مش عارف اقول لكم ايه. ربنا كبير. اصبر يا ابني، اصبر يا حبيبي، معلش. انت قصدك يا ام تقولي اللي ربنا عطل كل ده عشان خاطر امي عشان كانت هتتعب؟ عشان امك كانت تعبانه. يعني ربنا ليه حكمه في كده قصدي؟ ليه حكمه في كده؟ طبعا طبعا. ربنا كبير طبعا. ما عندوش حاجه وحشه. الحمد لله. القدر والنصيب سبحان الله.
يا حبيبي يا ابني، حولنا يا ربي. شكرا جدا. ربنا شكرا يا رب على إيه يكرمك بس؟ يا حبيبتي يا رب وتفرحي بيها. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك يا رب. شكرا. الحمد ربنا لله. يطمنك عليها يا رب. ربنا وتكون يطمنك بالسلامة ان شاء عليها. الله. الله هي الحمد لله بيقولوا بقى كويس. طب طب الحمد لله. اطمن بقى. شكرا. انا راح اقوم. شكرا شكرا. شكرا لله.